أنت الذي من نورك البدر اتسع، والشمس مشرقة بنور ذهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد من دنيتك مع شيماء. ان شاء الله تكونوا كويسين كده وبخير. خلاص بنودع خلاص الاجازة، بدأنا اهو الدراسة. ان شاء الله يكون كده ترم سعيد علينا وعلى الولاد. مبروك كده للناجحين في الترم الاولاني. معلش هي جت متأخرة شوية، بقالي فترة كده مش بنزل فيديوهات، كنا بقى قاعدين في الاجازة وكسلانين، ويعني اجزنا بجد. النهارده بقى جايين بفيديو كده جديد، تحفيزي ان شاء الله تاخدي منه افكار حلوة. هنعمل فيه حاجات كتير قوي زي كل اللي شفتوها كده معايا في المقدمة. فاتفرجوا على الفيديو ان شاء الله، يعني تاخدوا منه كده افكار ويعجبكم. النهارده الفيديو بتاعنا اللي بيحسب الحسابات في الهنا بيبات. دي حقيقة دايما لما بتكوني عاملة حسابك او باصة لبعدين بترتاحي كتير قوي، خصوصا في الايام اللي احنا فيها دي. يعني ربنا يعديها كده على خير علينا جميعا. ايام صعبة، ايام غلا، فيها حاجات كتير. فيعني ربنا يا رب ييسرها ويعني يدبر لنا امورنا يا رب، وينصر يا رب اهل غزة، ويبلغنا شهر رمضان يا رب لا فاقدين ولا مفقودين. لو اول مرة بقى بتشوفيني متنسيش يلا حطي لايك كده للفيديو واشتركي كده في القناة، وتعالوا بقى نشوف الفيديو النهاردة ناخد منه افكار ازاي. النهاردة حبيت يعني أشارك معاكم الفيديو ده. لو انت عندك مناسبة، لو عندك عيد ميلاد، عيد جوازك قرب، عايزة تعملي سهرة كده حلوة من غير مناسبة، فتعالي أقولك ازاي بقى في كل الظروف اللي احنا فيها دي، وكمان الغلا بصراحة اللي احنا بقينا فيه، ازاي تقدري ان انت برضو تفرحي يعني أسرتك، بالذات لو في مناسبة. يعني أنا كان عيد ميلاد زوجي، وكنت عايزة بقى أعمل له كده يعني يوم حلو، أو نغيّر شوية، أعمل له حاجة بيحبها بيفرح بيها. فبصراحة أنا كنت عاملة حسابي أصلًا من بدري أوي إن عيد ميلاده قرّب. يعني عاملة حسابي بقى في إيه، الحاجات يعني كل فترة كده كنت ممكن أشيل حاجة، أشتري حاجة مثلًا وأقول خلاص أنا هاعملها يوم عيد ميلاده. لو عايزة تجيبي هدية فبتبقي مثلًا محوّشة الفلوس من فترة أو من بدري، فعاملة حسابِك. يعني دايمًا لمّا بتبقي عاملة حسابِك في أي حاجة جاية عليكِ، مثلًا شهر رمضان نعمل تفريزات، في مناسبة جاية فبتكوني مجهزة قبل كده، بترتاحي بصراحة ومش بتحسي بضغط خالص عليكِ مرة واحدة. يعني أنا كل اللي جبته في اليوم ده، أنا نزلت جبت الفاكهة بس. جبت الفاكهة، جبت تقريبًا كان كيلو ونص موز، وكيلو ونص أعتقد برضه يوستفندي، وكيلو فراولة، وجبت بقى المشتريات دي هاوريها لكم بس مش كتير. جبت بس لفة فويل عشان كان خلص من عندي، جبت العيش الجميل البيتي الحلو ده، وجبت كده شوية خضار بسيط اللي أنا هاحتاجهم. يعني جبت خيار كان خلص من عندي، جبت واحدة بس بتنجانية رومي كده هاعملها آمم بابا غنوج، يعني النهارده هتشوفوها معايا. فجبت حبة حاجات بسيطة، كان ناقصني كده شوية توابل فجبتها. لكن بقى الحاجات الأساسية في اليوم ده أنا كنت شارياها قبل كده. يعني بصوا اللحمة دي أنا كان عندي نص كيلو من اللحمة كنت حاطاه في الفريزر، فأنا طلعته كنت سايباه من الصبح بيفك بره، عقبال ما نزلت السوق جبت الحاجات بتاعتي. فاللحمة كانت عندي، وكمان الفراخ اللي أنا هستخدمها كانت كمان عندي، يعني في الفريزر كده. دايما يا بنات احب اقول لكم، يعني البنات الجديده او لسه عندها بيت جديد، العرايس،
اللي مش بتعرف إزاي تقدر كده تدبّر أمورها أو عايزة توفّر. دايمًا لمّا بالاقي معايا فلوس زيادة باشيل فيها حاجات في البيت. يعني لو أنتِ من الناس اللي بتبقي خايفة تصرفي الفلوس أو مش بتعرفي تحوّشي، هاتي حاجات في البيت وشيليها، دي بالضبط فلوس مركونة. يعني مثلًا لمّا بتجيبي لحوم وتشيليها، فراخ تشيليها، حاجات في البيت، الحاجات دي بتنفعِك بعدين، يعني في وقت مثلًا مش قادرة تنزلي، وقت تعبانة، وقت ما فيهوش فلوس، بتلاقي كل الحاجات اللي أنتِ جايباها في البيت دي حقيقي نفعتِك. يعني اليومين دول طبعًا أنتم شايفين الأسعار عاملة إزاي، الفراخ غالية أوي، اللحمة كمان غالية أوي، الحاجة كلّها فعلًا غالية. يعني ربنا يعين الناس كلّها يا رب ويفرجها علينا. الدنيا فعلًا بقت صعبة، فمش كل الأيام بنحاول إن إحنا نعمل حاجات كتير. يعني كلّنا دلوقتي صراحة بنتجه للتوفير وإن إحنا نلِم الدنيا كده شوية، بس ما يمنعش إن بالذات لو في مناسبة بتبقي عايزة تفرّحيهم، الحاجات دي بتفضل كده فاكرينها. يعني ولادِك لمّا يكبروا إحنا نَفْسنا فاكرين حاجات كتيرة. يعني أنا عمري ما أنسى مثلًا عندنا طقوس كده، أنا فاكرة ماما كانت بتعمل إيه قبل دخلة رمضان، فاكرة كويس لمّا يبقى في كان عيد ميلاد بابا مثلًا الله يرحمه أو عيد ميلادنا وإحنا صغيرين كانت بتعمل لنا إيه، الحاجات دي ما حدش بينساها. فلمّا تكوني عايزة تعملي مناسبة بقى حلوة في اليوم ده ومش عايزة تكلّفي نَفْسِك، فهو ده بقى هدفي من الفيديو، إن أنتِ تبقي عاملة حسابِك من بدري، حابة تشيلي حاجة في حاجة، وبرضه يعني على قد إيدينا، إحنا ولا أفورنا ولا عملنا حاجات بسيطة، بس اللي هو تبقي عاملة حسابِك من بدري. أنا قبلها بقى بيوم بُصّي، أنا أولًا شِلت بقى الحاجات اللي أنا كنت شارياها فرّجتكم كده عليها، وحطيت التوابل والطحينة وحطيت كل حاجة كده مكانها، مسحت بقى الرخامة بتاعتي وتعالوا بقى هنشتغل ونجهّز بقى الغدا بتاعنا النهارده. أنا كنت أساسًا الشقة نضيفة متروّقة، يعني بُصّوا المطبخ ما فيهوش أي حاجة، الفاكهة هي اللي غسلناها سوا، أنا حاطاها على البوتاجاز، المطبخ رايق خالص ونضيف، وده لازم علشان تعرفي تعملي أكلِك كده عارفة بروقان ونضافة، ما يبقاش في كركبة حواليكِ ولا أي حاجة خالص. تعالوا كده أفرّجكم على الترابيزة دي، أنا جِبتها من فترة، حطيتها كده في المطبخ، بُصّوا يعني نفعاني جدًا. باحط عليها الفواكه زي ما أنتم شايفين كده، كمان باقعد أوضّب عليها الخضار، يعني لمّا أكون مثلًا باوضّب حاجة أو عمّالة أنضّف أو أقطّع، باجيب كرسي كده وأقعد عليها، فبجد لذيذة. أي نعم مضيّقة المطبخ شوية، بس حلوة يعني جميلة كده، وأحيانًا الولاد بييجوا يقعدوا أحط لهم أكل يفطروا عليها، لو بيذاكروا حاجة أو بيعملوا حاجة وأنا مثلًا قاعدة بييجوا برضه يقعدوا جنبي وكده يعني. فالحمد لله. بُصّوا بقى، أنا النهارده قُلت هاعمل أكل إيه، قعدت أفكّر كتير، فقُلت هاعمل الأكل اللي يعني زوجي بيحبه، خاصةً إن النهارده عيد ميلاده، فأنا عايزة أعمل له الحاجة اللي هو بيحبها. هو أنا بيحب الشوي جدًا، فعملت الحاجات اللي هو بيحبها. كنت عاملة حسابي من فترة زي ما قُلت لكم، كنت شايلة نُص كيلو لحمة شرايح كده شوي في الفريزر يعني، وكمان كنت شايلة أوراق، دول ما كانوش كتير، هُم 3 أوراق بس كانوا كبار، فقطعت الورك 3 قطع، يعني الدبوس وعارفين الفخدة دي مقطعاها قطعتين، علشان كمان تستوي معايا حلو في الشوي، القطعة ما تبقاش إيه كبيرة كده ونية من جوّه. قبلها بقى بيوم أنا كنت متبلة الفراخ وشايلة التتبيلة على جنب، اللحمة هي اللي كنت أصلًا ناسياها، فلما لقيتها في الفريزر كده سِبتها الصبح تفُك، وبعدين تبّلتها بالتتبيلة اللي إحنا كنا عاملينها دي وعملتها معاكم كتير أوي. هتلاقوها يعني تحت، واللي برضه يعني عايز أي سؤال اكتبوا لي كده تحت الفيديو وهارُد عليكم. فخلاص كنت متبلة بقى الشوي يعني وسايباه بقى كده في التلاجة، قبل ما أبدأ أشوي أطلّعه على طول. فكّرت بقى بمناسبة عيد ميلاده طَب نجيب مثلًا تورتاية والّا حاجة، ما أعرفش بقى لنا فترة مش حابين التورتة خالص ولا الجاتوهات مش عارفة ليه. وبعدين إحنا كان عندنا يعني مناسبة ربنا يكتّر يا رب من أفراحنا كده جميعًا، فكنا واكلين تورتة وحلويات فما كناش عايزين. فجِبت بس السابليه ده، آآ عندي برضه زوجي بيحبه جدًا، فأنا جِبت اللي هو بيحبه. أنا دايمًا كده لمّا باكون عايزة أجيب حاجة لحد باشوف هو بيحب إيه وباجيبها له، يعني إحنا عايزين نبسط الشخص ده، سواء بقى حد من قرايبِك، ولادِك، زوجِك،
فاعملي اللي هو بيحبه فاهمين. وجبت بقى شوية كده بونبوني وحاجات، دول اللي كانوا للبنات بصراحة بقى. والأكياس دي لقيتها جميلة قوي ورخيصة، يعني الأكياس الكبيرة دي كان الكيس ب10 جنيه، والبونبوني بقى الصغير كان الكيس ب5. السابليه ده برضو بصراحة مش فاكرة، لأن كان عيد ميلاده من فترة. يعني بصوا أنا الفيديو ده متأخرة عليه شوية في النزول. أنا عارفة إن بقالي فترة كده مش بنزل معاكم فيديوهات، بس إن شاء الله نبدأ كده نتشجع، عشان عايزين بقى نجهز كده حاجات رمضان. نعمل إن شاء الله التفريزات رمضان والتنظيفات وحبة حاجات كده كتير. فإن شاء الله تابعوا بقى معايا الفيديوهات اللي جاية، هيبقى بإذن الله فيها أفكار وحاجات كده حلوة تعجبكم. وده كان شكل السابليه والحمد لله حاجات بسيطة، يعني بعد الأكل كده حاجة حلوة كده نحلي بيها، فجميلة وكمان كانوا بيحبوها. وحقيقة كان يعني كان يوم جميل. ومش لازم زي ما كنت بقول لكم على طول ان انا علشان افرح حد او اعمل مناسبة ان انا اقعد اكلف نفسي قوي. خاصة الايام دي يعني مش مستحملة بصراحة اي تكاليف، يعني ربنا يفرجها علينا جميعا. شويت بقى انا البتنجانية، شويتها كده على البوتاجاز. بصوا انا بحب احطها كده على كيس نضيف. عارفين الحرارة بقى بتاعت ال ال البتنجانة نفسها بتطرى كده من الكيس، وبيبقى سهل قوي ان انت تقشريها. الفراولة بقى اللي انا كنت جايباها قسمتها كده، خدت المستوي ان انا هضربه، هعمل بقى كوكتيل كده. موز فراولة بالموز، يعني خدت المستوي ان انا اضربه. وضربت كده معاها، حطيت صباع موز. عارفين بيتقل القوام شوية، اللي بيحبه تقيل يحط فيه موزة، لكن انت لو بتحبي العصير نفسه ويبقى خفيف بلاش تحطيها، يعني استكفي بالفراولة بس. وحطيت بقى السكر ونضرب كده الفراولة بالهاند بلندر كده على طول. بصوا بوريكم الهاند بلندر بتاعي ده مولينكس، وكنت عامله لكم عليه ريفيو قبل كده. كان سعره بسيط، كان ب 300 جنيه يا بنات. كان سعره بسيط تقريبا، عندي بقاله سنة ونص او داخل في سنتين. جميل بصراحة والله، بينفع جدا يعني الهاند بلندر. عشان جالي سؤال، هو الهاند بلندر يا شيماء حلو فعلا؟ يعني ليه مزايا عن الخلاط؟ هو نفس طبعًا يعني طريقة، نفس كل حاجة، يعني هو خلّاط، بس هو بيسهّل عليكِ. مش يعني مثلًا بالذات لمّا تكوني بتعملي تفريزات، يعني مثلًا بتعملي صلصة، بتعملي شوربة عدس، بتعملي مربى، يعني مش لازم تاخدي الحاجة تنقليها تقعدي تحطيها في الخلاط. على طول كده في أي حاجة أنتِ شغّالة فيها بتروحي مطلّعة الهاند بلندر. فهو بصراحة بيسهّل جدًا، جدًا يعني بالنسبة لي فعلًا حلو ومفيد. وفي دلوقتي في ماركات كتير أسعارها مش عالية، فلو يعني أنتِ تقدري تجيبيه هاتيه. حطيت بقى بعد كده الموز عليه. والموز يا بنات أنا باحط عليه كده ليمون علشان ما يسودش، ويعادل لي كمان الحموضة وعارفين اللي هي الحلو، فبيبقى جميل أوي، وطعمه كده جميل ولذيذ ومفيد وكل الأطفال بتحبه. على طول كده اللي كنت باستخدمه أروح واخداه على الحوض وغسلاه أول بأول، علشان ما تلاقيش الحوض بتاعِك عارفين كركب والدنيا كده هاصت من حواليكِ. بصوا عايزة أوريكم كده، شايفين الشريط اللي أنا حاطاه على الحوض ده داير ما يدور؟ طبعًا أنتم عارفين إن أنا الرخامة دي ده مش الرخام الأسود ده، ده sticker أنا لازقاه. فطبعًا عند الحوض هنا في مَيّة كتير، غسيل مواعين وطول النهار بنغسل حاجات، فالمَيّة بتدخل شوية تلاقيه بيفُك، بيتقطع، بتقعدي تحطي تاني. فدي أحسن وسيلة علشان كمان تحمي لِك الرخامة نفسها، إن ما يحصلهاش تغيير في اللون أو يحصل ريحة وحشة أو كل الحاجات اللي الناس بتشتكي منها دي. ده بيبقى لزق خاص بالمَيّة، فبيمنع إن المَيّة تدخل تحتيه خالص. فبجد حلو جدًا، جدًا يا بنات، يعني اسألوا عليه. وللي مركّب يعني زي كده sticker عند الرخامة، اسألوا عليه لإنه حلو أوي. مش غالي، بيبقى البكرة كبيرة أوي. إن شاء الله في مرّة هابقى أصورها لكم، بكرة بتبقى كبيرة أوي، تقريبًا بتبقى في حدود 40 جنيه أو 45 جنيه. يعني أنا خدت منها قطعة بسيطة بس اللي أنا عملتها دي. اللزق جامد أوي،
تحسه من جوه كده انه عارفين عامل زي فيه دبل فيس، مشمع حاجة غريبة كده، بس بيلزق وقوي جدا. غسلت بقى المواعين وخلصتها، نضفت كمان الحوض، خدته كده غسلة عشان يبقى نضيف كده معايا. وهنشفه بقى كده وهظبطه وهخلص خالص عشان هنبدأ ان شاء الله في الشوي، لاني انا بحط الصينية في المكان ده عندي وبشوي هنا. طب ليه شيماء بتحطيه هنا ما تحطي الشواية في اي حتة؟ لاني انا بحب احط الشواية تحت الشفاط بالظبط يا بنات، وانا الشفاط عندي هنا فوق الحوض، فبحب كده احط الشواية تحتيه بحيث ان البخار على طول عارفين يطلع كده على بره، فما يقعدش يملى الشقة يعني دخان ودخنة وكده. شغلت بقى الشواية بتاعتي، الشواية الكهربا طبعا بنحط فيها شوية مية كده من تحت وبنبدأ نشغلها. برضو الشواية دي كنت عاملة لكم عليها ريفيو تقريبا معايا بقالها سنتين، كانت جايالي البنات كانوا جايبينها لي في عيد الأم اللي فات ده، لا اللي قبليه. فجميلة، وكان سعرها عايزة اقول لكم كانت رخيصة جدا، يعني ما كانتش مكملة والله 200 جنيه ساعتها، كانت ب190 تقريبا. ويعني ربنا يبارك فيها يا رب، جميلة بتشوي حلو قوي. طلعت بقى اللحمة الأول عليها وشويتها كده. بس القطعية المرة دي بصراحة أنا جايباها من جزار مختلف عن اللي أنا كنت بتعامل معاه. فبصراحة القطعية دي مش أحسن حاجة، يعني اللي أنا باجيبها كل مرة اللي أنا باقول لكم عليها اللي هي بتبقى من الأميرية، دي أحلى قطعة للشوي. دي كانت كويسة برضو بس يعني كانت ناشفة شوية، فالتانية بتبقى أحلى. فحطيتها كده شوية عارفين خدت ريحة بقى الشوي والدخان وبقت ريحتها حلوة قوي. وقلبتها كده على الوش التاني، بس حسيت ان هي هتنشف شوية، فهنقلها دلوقتي وهحطها على الجريل اللي هو بتكمل سواها على البوتاجاز. الجريل دي بتبقى جميلة وبتخلي الحاجة طرية، لان انت بتقفلي عليها كده من فوق، فبتبقى حلوة قوي. شغلت بقى عليها النار مهدية عليها كده شوية تكمل سواها في نفس الوقت علشان ما تنشفش. كانت ريحتها جميلة والتتبيلة كانت حلوة قوي، خاصة بقى ان انا حاطة في التتبيلة دي فلفل كده رومي احمر وبيخلي بجد الريحة حلوة جدا. فهقفل بقى كمان عليها اللحمة نفسها عشان تفضل محتفظة بالعصارة بتاعتها وتبقى طرية وما تنشفش، لان اللحمة لو نشفت بتبقى طعمها وحش قوي بصراحة. هطلع بقى الفراخ، طلعت الفراخ وحطيتها اهو. عايزه اقول لك حاجه في الشوي للناس اللي بتشوي زي كده، انا بحب الشوي بتلاقوني يعني بشوي كتير. دايما اقعدي قلبي في الشوي، يعني ما تسيبيش الحاجه تستوي تماما على الوش مثلا وتروحي قلبها بعد كده الناحيه التانية، لا. عايزه الشوي يبقى حلو وتاكلي لحمه حلوه او فراخ حلوه وتبقى طريه كده، وفي نفس الوقت مستويه ومش ناشفه قوي. هو ده السر بقى، السر في التقليب، كل شويه خدي قلبي قلبي تاخد سوا واحد وما تبقاش بقى ناشفه. يعني انا بقول لكم الخبره الحلوه دي بتاعت ماما بصراحه، يعني انا قلت لكم قبل كده احلى شوي بصراحه باكله هو فعلا من ايدين ماما. يعني بصوا بتشوي تحفه تحفه ما شاء الله عليها، يعني ربنا يخليها لنا يا رب. فبتشوي فعلا حلو جدا. فهي فعلا قالت لي على الحكايه دي ان انت اقعدي قلبي ما تسيبيش الحاجه تنشف تماما. حطيت بقى كده حمرت كام بطاطس، لا بس دي ما حمرتهاش، دي كانت عندي بطاطس اللي هي البوم فريت الجاهزه. حطيت شويه كده في الاير فراير ونزلتهم على طول كده جنب الاكل، جميله ولذيذه خفيفه ما فيهاش زيوت. وانا الاير فراير بتاعتي ماركه سوكاني، للي بيشوفني يعني لأول مرة، وكنت عاملة عليها ريفيو، عاملة عليها 2 فيديو وشرحت كل حاجة عنها واستخداماتها وبنستخدمها في ايه وكل حاجة. بعد ما الفراخ استوت رحت حطاهم على اللحمة وقافلة عليهم، انا هنا النار كانت مقفولة، بس انا بحب اغطي الشوي اللي بطلعه، احب على طول اغطيه عشان زي ما قلت لكم الحاجة تفضل طرية ما تنشفش. وعايزة اقول لكم ان انتي لما بتسيبي الشوي شوية، يعني مثلا تشوي وتقفلي عليها 5 دقايق كده تسيبي الحاجة ترتاح، بتبقى احلى بكتير ما تطلعي الحاجة سخنة كده على طول. لو عايزة بقى تولعي كده في حماية في الحاجة يعني براحتك، بس بصراحة الشوي اصلا على الشواية اللي هي بتبقى الكهربا دي، الحاجة بتبقى كأنك شويها على الفحم بالظبط، يعني الريحة بتبقى جميلة قوي.
عن الجريل بيبقى بيسوي حلو بس ما بيبقاش واخد ريحة الفحم. فأنا هنا الحاجة أصلًا عندي كانت مستوية على الشواية الأول، فواخدة ريحة حلوة جدًا. عملت بقى طبق سلطة كده خضرا، قطعتها كده شرايح عشان تبقى سهلة كده للبنات لو عايزين ياكلوها، وعملت البابا غنوج، حطيت بقى الفراخ وحطيت اللحمة على البقدونس كده. فده كان شكل بقى الغدا النهارده، وده كان يومنا النهارده. يعني ربنا يا رب يطعم كل جائع على وجه الأرض، ويكرم الناس كلها يا رب، ويرزق كلنا ربنا يكرمنا بكل الخير وكل اللي نتمناه يا رب، اللهم آمين. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبك بقى ما تنسيش حطي لايك يلا للفيديو، واللي مش مشترك يشترك في القناة. واستنوا الفيديوهات الجاية ان شاء الله بتاعة رمضان. ربنا يا رب يبلغنا رمضان، وكل سنة وانتم طيبين انتم وكل أسرتكم وحبايبكم دايما كده يا رب، يعني حلوين ومتجمعين وفي أحسن يا رب وفي أسعد حال. ده بقى كان شكل الأكل، وده كان يومنا النهاردة. ويا رب تكونوا كده خدتوا أفكار من الفيديو. يلا باي باي.